السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ رب يكونوا في احسن حال يا رب. النهارده هنعمل بانيه بطريقة مختلفة، مقرمش من بره، الطبقة الخارجية والطبقة الداخلية طري حلو، طعمه حلو ومميز. النهارده معايا جنزبيل فريش، ما عندكيش حطي شوية جنزبيل عادي بودر. معايا شوية فلفل اسود، معايا شوية حبهان، معايا شوية ورق لورا مطحون، معايا توم بودر، معايا اللهم صل عليك يا نبي. لو عندك البهارات بتاعه البانيه حطي اهي، حطيت برضك بهارات بانيه، حطيت صويا صوص وحطيت بابريكيو تمام، وحطيت توم فريش برضو، وحطيت الملح بتاعي، وقلبي كل الحاجات الحلوه دي كده مع بعضها وشم الريحه تمام. هنقول تاني المكونات اللي انا حطيتها. حطيت جنزبيل فريش كان عندي بصراحه، حطيت فلفل اسود، حطيت حبهان، حطيت ورق لورا، حطيت شويه جوز الطيب، حطيت شويه فلفل، حطيت بابريكيو، حطيت صويا صوص، حطيت 7 بهارات، حطيت ورق لورا مطحون. كل اللي متاح عندك حطيه، ما تقوليش لا. حطيت توم فريش برضو، عصرت عليها ليمون، بس ده ما تصورش، انا ما كنتش اصور بصراحه، بس انا قلت اصور ايه مش هيجرى حاجه. حطيت صويا صوص وحطيت بابريكيو، وقلبت كل الحاجات الحلوه دي مع بعضها. طبعا بيتغسل مره واتنين وتلاته البانيه او الفراخ بخل وليمون والكلام دهوت تمام. واسبيها التتبيله الحلوه دي قد ساعتين في التلاجة، تظبطي شقتك وظبطي حاجتك، وبعد كده ابداي ايه ارجعي له تاني. وكسرت عليهم بيضتين، يعني انا ما بطلعوش على بيض وبقسماط، لا انا بكسر كله على بعضه. وهنقول بردك الخطوه المهمه اللي هتيجي بعد كده. طبعا خلصت اللي ورايا وكل حاجه، وقلبت كل الحاجات دي وحطيته فين؟ في التلاجة يتشمع كده مع نفسه، وياخد ويدي كده مع نفسه تمام. وقلت ايه هوريكم الخطوه الاخيره ونقدم الاكل بتاعنا بألف هنا وشفا. كنت عامله شويه مكرونه كده ايه، طبعا مكرونه يعني العيل الصغير بيعرف يعملها تمام. آه لو وصلت المرحله دي ما تبخليش عليا بلايك وسبسكرايب وكومنت حلو منك، عرفيني انت من اني مكان، ولايك يا جماعه عشان الفيديو يتشير والناس كلها تشوفه زي ما حضراتكم بتشوفوا. انا مش طالبه منكم كتير، زي ما بقدم لكم محتوى يا رب يكون عندي، يعني يكون عندي نال اعجابكم، ويكون المحتوى كويس واستفدتوا بيه تمام. ما تبخلوش عليا بحاجه بسيطه جدا، يعني مش هتخسري حاجه بلايك. معايا هنا الفيجيتار ده انا بجيبه من اي عطار بيبقى سايب، عايزه تحطي بقسماط حطي براحتك اللي هو المطحون. انا عندي الفيجيتار ده بجيبه من عند العطار، وبحط عليه، ده السر بتاع البانيه، بحط عليه معلقه نشا بس، وقلبي ده كله مع بعض. عندك بقسماط مطحون حطي عليه معلقه النشا، وحطي عليه شويه فلفل، وحطي شويه ملح للبقسماط. طبعا الفيجيتار ده في ملح وفي توابل يعني لوحده، مش هحط له حاجه غير الايه النشا. وهتبداي ايه تقلب الحاجات الحلوه دي كلها مع بعضيها. وطبعا كانت ريحه التتبيله حلوه جدا جدا بعد ما سبتها. وابداي ايه تبلي بقى ايه في الفيجيتار، وحطيه على جنب لغايه لما الزيت بتاعك ايه يسخن. الامر بسيط خالص وسهل جدا، ما فيهوش اصلا اي صعوبات وما فيهوش اصلا اي حاجه. اهوت انا بحطه كده، بحطه في طبق لغايه لما الزيت ايه يسخن تمام. وابقى انزل ايه بيه. ادي الزيت بتاعي سخن اهوت، ابدا انزلي بالايه بالبانيه بتاعك تمام. اهو الامر طبيعي سهل خالص، ما فيهوش اصلا اي صعوبيه. العيل اللي في ابتدائي يعمل الاكل ده، اكل بسيط خالص، انا بقدمه للناس اللي لسه اول مره تدخل الايه المطبخ. بصوا هنا طبعا عشان الصوت انا كاتماه كان في دوشه، بصوا مقرمش جدا جدا وكان طعمه خرافه. التوابل برضك ده نفسي. ودي كان البانيه بتاعي ماشي، اقل حاجه يعني عبده لله، اقل حاجه بقدمها. وعملت مكرونه بصلصه اهيت. ويا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، ويا رب اكون عند حسن اعجابكم بردك. وما تنسوش عليا تدخلوا على اليوتيوب في حكايه شيرين في المطبخ، وعلى الفيسبوك شيرين الحداد. وميرسي ليكم قوي 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 قوي، واشوفكم على خير في فيديو جديد في حكايه شيرين في المطبخ على اليوتيوب، وشيرين الحداد على الفيسبوك. متنسوش اللايك والاشتراك وسبسكرايب.
يلا باي باي.